بسم الله. اعطونا واحدة الله يبارك له. يا ويلي الله يبارك له. يا ويلي شو هاد؟ لك شو هاد يا مرتي؟ مش البعصة راسي شو هاد؟ سخنة عن جد سخنة. سخنة نار. شوف بسم الله. لا حرام عليك يا الله. المشكلة المنظر ما بيقاوم يا نور. شو بدنا نطبخ اليوم يا حزركم؟ كوسة. محاشي كوسة وباذنجان. شوفوا على هالصفة ما شاء الله قديش ظراف. أنا بجيبهم هيك محفورين. قرفة، قرنفل وفلفل أسود شوي شوي، يعني ما بحب تكون بهاراتها ظاهرة. حطيتهم على الرز دغري قبل ما احط اي شيء. ليه؟ مشان اقدر اخلطهم قبل ما احط اللحمه وقبل ما احط السمنه وقبل راح اخلطهم منيح. كوسه بارشتها. بالعاده لما انا بحفر الكوسه بخلي من لب الكوسه بخلي هيك شوي بفرمهم ناعم وبحطهم بقلب الحشوه. كثير يعني كثير بتطلع رغفه الكوسه، وكمان ما بتطلع الحشوه لبرا. حتى لو كانت مخزنه او مكسره الكوسه ما بتطلع الحشوه لبرا. لانه ما عندي لب كوسه جايبتها محفوره فبرشت 3 كوسايات. كتير اسهل اذا بتقدروا تجيبوا كوسه محفوره. يعني بصفي كل يوم فيني اعمل محشي. بالنسبه للحمه بسموها بندقيه يمكن، او ما بعرف شو بسموها، كل حدا بسميها شكل. انا بتركيا كنت جيبها بيقولوا لها راس العصفور، كشبشه. شوفوا كيف هيك مربع شكلها قد عقدة اصبع. هاي اللحمة اللي انا بحبها بالمحشي او اي شيء، اليبرة، المحشي، اي شيء ملفوف او اي شيء بينحشى. هاي اللحمة اللي بستخدمها. انا ما بحب اللحمة الناعمة المفرومة على الماكينة، لا بحب ملمسها ولا بحب طعمتها. هو اللحمة نص كمية الرز، بس انا بصراحة بخليها اكتر شوي. دهنة مفرومة على الماكينة ناعمة مشان تذوب. دهنة خروف طبعا، واللحمة لحمة خروف. هون شو عندي؟ كركم فريش، بس انا بحطه مشان الفائده. ما بيعطي اي طعمه بالمحشي بس جدا مفيد. طبعا حاطه فلفل اسود. دائما لما تستخدموا الكركم لازم يكون فيه فلفل اسود ليساعد على امتصاص الكركمين. فبحط كركم فريش. قلت لكم انا ما بجيب بهارات باودر ابدا، كلها انا بطحنها. شايفين هدول كلهم انا طاحنتهم لانه صاير في غش بالبهارات بشكل مو طبيعي. طلي اياهم بالله. هاد من أقوى مضادات الالتهاب. طلي بالله زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه حطي بس عطول عمر بيصور لكم المحشي اللي بساويه، بصور لكم اياه من جوا. بتلاقوا الرز هيك رغف وكل حبة بحبتها وعم تلمع الرزاية. ليه؟ لأنه بحط فيها زيت زيتون. حطي كمان شوي بالله. في ناس بتحط زيت مهدرج، بس في ناس بتحط زيت مهدرج. انا ما بستخدمه، بحط زيت زيتون. دبس بندورة مو كتير، يعني ما بتطلع حمرة او كتير سميك فيها دبس البندورة. شيء انه تعطي نكهة كتير طيبة. باقي حط ملح. شايفين هاي الطنجرة؟ هاي طنجرة اللحمة والعظم. بسلقهم نص سلقة. ليه؟ لأنه المحشي بالضبط بياخد معي 1 ساعة وربع. فبساعة وربع ما بتطلع اللحمة منهنها، لهيك بسلقها نص سلقة. بسلقها ساعة تقريبا أو ساعة ونص. شو رأيكم بهالمنظر؟ شوفوا لون الحشوة. ما تحشوها كتير، أكتر من نص بشوي صغيرة مشان تطلع مفرفدة، ما تطلع ملبصة. لازم هيك أعملها مشان تتفرفد الحشوة بقلبها. هاي شو بدها لما تحشو هيك الكوسة؟ شو بدها؟ ايه طبعا بدها فنجان قهوة، وتدقوا لأخواتكم وتقعدوا تحشوا. والله شلون إلها طقوس سبحان الله. ماما الله يرحمها كان يجتمعوا تيتي وماما وخالتي ويقعدوا يعملوا مثلا هاي الأكلات، أو الجيران يجتمعوا. بس أنا لا عندي جيران ولا عندي قرايب هون ولا عندي حدا، فبدق لأخواتي هن يعني البستي تبعي. كمان شو لازم؟ يا مرايا، يا عيلة 7 نجوم، يا شيف عمر. عن جد صار من التقاليد. حتى على فكرة ما بوسخ الكوساية وانا عم بحشيها. ما بحب هيك انه تتوسخ. قصدي انه جلغمها كلها ومدري شو جقجقة. لا ما في داعي. خالصين. ما قلت لكم بطبخهم 1 ساعة أو 1.5 ساعة. طبعا المرقة بنصفيها من البهارات. ليك صفيتها بطبخ فيها. هلا رح صفهم. هلا رح صف الباذنجانات. بسم الله. وهيك صفيتهم كلهم. هلا بقى بدي تقلهم. ولا بقى بدي ساوي المرقة. المرقة طبعا نفسها اللي سلقت فيها اللحمة والعظم.
الفل، نفس البهارات اللي حطيتها بالمحشي، لانه اصلا انا لما سالقه اللحمه حاطه فيه بهارات صحيحه. حطيت ملح كمان، وحطيت دبس البندوره، بدي ذوبهم. كركم فريش كمان. المرقه طعمتها بتجنن. باقي عصير ليمون. انا بالعاده بحط له دبس رمان لما يكون عندي دبس رمان من اللي انا مساويته طبيعي، بس ما عندي لهيك رح احط ليمون، ليمونتين بكفي يعني مو كتير، انه شيء انه تكون حامضه. هيك شو نسيت التتقيله الفخاره. شوي يا واش عبيت حالي. بحطه على نار قويه لبين ما يغلي، بعد ما يغلي نوس عليه وبغطيه. ما ننسى نحط سمنة للمرقة. حطي الليمون بالله. بسم الله. هلا حطيت شوية توم من شوي، ما صورت لكم. الله على قلبي. نحط كمان شوية توم. قربي شوي. بس خلص. في عالم بيحطوا بالحشوة توم ونعناع، نحن لا، هيك قبل يعني آخر ربع ساعة بنسقط التوم ونعناع يابس. وهلأ بتطلع بقى ريحة المحشي اللي بنعرفها مع التوم والنعناع. يا الله على الريحة. بنغطي مشان الزيوت تبع النعناع ما تتطاير. نغطي ربع ساعة وبطفي عليها إن شاء الله. حاجتها بسم الله. لك ايش صار؟ لك اجخ اشرخ. بخريني يلا تعصب. يا ويلي على هالمنظر. يلا يا كريم. بسم الله. اعطونا وحده. الله يبارك له. عم بدي احملها. ما شاء الله. هي منيحه. هي يا دوب تكفي. بسم الله. اعطونا واحدة الله يبارك له. يا ويلي الله يبارك له. يا ويلي شو هاد؟ لك شو هاد يا مرتي؟ لك شو هاد؟ مش هالبعصاصي راسي. شو هاد؟ سخنه عن جد سخنه. سخنة نار. دير بالك. سقف حلقة. دير بالك. شوف. بسم الله. لا حرام عليك يا الله. المشكلة المنظر ما بيقاوم يا نور. ايش اسمه؟ جلوكوز؟ لا مو كولاجين. فضحتنا. جلوكوز ما له علاقه. ما له. مين بسم الله؟ قلبي ما عاد تصبر يا عمري. كل بشوي قلت له مالك شايف في هذا الحوت القدامي؟ صحتين وهنا. وقال هلا بترش على حالك، وانا نحن عم نحكي انت رشيت على حالك، قلت له انا مالي لوحدي. ايوه صحتين صحة وهنا. بس شوفي الرز. ايوه هذا اللي بدي اورجيكم اياه. شايفين؟ بيلمع وكل حبة واختها. وشوفوا اللحمة هيك. كمل سواك. اما انت والله كمل. ما والله ما بتقوم. خلص تعالي. واو. لا تمام. ما تحكوا ولا ما عم تحكوا. خرافية. شوفوا الرز من مو جوا. عدانا. ما شاء الله اشتغلوا شغل بركة غير شكل. بلشت اعرق وعرق السقف. خلص ناكل. هلا ما تهنينا. قدام فرفد الرز. هي سحبة مع اليبرق.